واش نضحكوا على راسنا؟ الربحة كاينة ولكن الأداء كارثي. واش هذا منتخب باغي يجيب كاس إفريقيا ولا باغي يفقسنا؟ اليوم غادي نحطوا الأصبع على الجرح. واش الركراكي داهية ولا باغي يبيع لنا الوهم؟ أول حاجة لازم نتفقوا عليها هي أن النتيجة كاينة، ربحنا زامبيا وتصدرنا، وهذا الشيء هو اللي كيتحسب في الوراق. ولكن واش حنا كنتفرجوا في منتخب عنده هوية؟ الجواب هو لا. المنتخب اليوم بان مرون، الشوط الأول بدا مزيان، تحكمنا في الكرة، ولكن غير سجلنا رجعنا اللور وبدينا كنقبلوا اللعب. هذا السيناريو ولينا حافظينه وما بقاش كياكل الخبز مع المنتخبات الكبيرة. والمصيبة الكبيرة هي شكون اللي جاب الطرح ليهم؟ واش خطة المدرب؟ لا، اللي جاب الطرح هما المهارات الفردية. لولا البريق ديال إبراهيم دياز والتحركات ديال بن صغير كنا نقدروا نخرجوا بتعادل أو خسارة. الركراكي دابا ولا معول 100% على الموهبة باش تفك ليه الوحلة، وهذا الشيء راه قمار ماشي تدريب. نهار يغيبوا النجوم اش غادي نديروا؟ وزيد عليها الدفاع اللي ولا بحال الشوارع. زامبيا مع كامل الاحترام ماشي هي البرازيل، ولكن قدرات توصل للمرمى ديالنا وتخلق فرص خطيرة بزاف. المنظومة الدفاعية اللي كانت هي نقطة القوة ديالنا في المونديال ولات دابا نقطة ضعف. المساحات موجودة والوسط كيخلي الدفاع مكشوف. بونو عتقنا اليوم، ولكن بونو ماشي ديما غادي يسلكنا. دابا نرجعوا للسؤال المهم، واش الركراكي باغي ينصب علينا؟ انا ما غاديش نقول نصاب، ولكن غادي نقول ان وليد عنيد باغي يربح باقل مجهود وباغي يقنعنا ان الواقعيه هي كل شيء. ولكن يا كوتش، الجمهور المغربي راه ذواق وباغي يشوف كره، باغي يشوف جمل تكتيكيه، ماشي غير دير النيه وسير. الا بقينا بهذا الاداء الباهت راه الكاس الافريقيه الجايه في بلادنا غادي تكون صعيبه بزاف. في الأخير هذه كانت قراءتي للماتش. نتوما شنو بان لكم؟ واش مقتنعين بهذا الأداء وتايقين في وليد ولا عندكم رأي آخر؟ خليوا لي تعليقاتكم لتحت وما تنساوش لايك وابوني باش يوصلكم الجديد. يلا تلاحوا.